السلام عليكم. اليوم راح اسوي قطع سمك الفيليه. هنا أنا عندي قطعتين سمك فيليه قطعتهم مكعبات هذا شكلها، نقعتها تقريبا ساعة واكثر شوية مي وملح وعصير ليمون قليل، يعني ملح وعصير ليمون. وهسه نشفتها من المي هذا شكلها، قطعتها على هذا الشكل يعني مكعبات. ودائما من تختارون السمك الفيليه اختاروها في قطعة تكون سمينة مثل هاي هيجي، مو خفيفة، على مود تضبط عندكم. قطعتها مكعبات. هنا أنا عندي التتبيلة: ثوم ملعقة صغيرة، اللي هاي ملعقة صغيرة استعملتها. بهارات صفرة كاري ملعقة صغيرة. بهارات هنا أنا عندي مشكلة بها طعم طيب يعني وحرورة شوية، ملعقة صغيرة. فلفل حار أسود قليل رشة. ربع كوب طحين. طبعا هاي المقادير اللي قطعتين فيليه، هاي المقادير. هسه هنا أنا أخلطهم. وإذا يعجبكم بعد أكثر تقدرون تضيفون بعد أكثر. عندي هذا الكيس هنا، طبعا هنا أنا خليت الزيت يحمى بين ما أسوي هاي التتبيلة. طحين والبهارات أضيفهم هنا. وملح ضفت هنا قليل، طبعا نسيت، ويا الطحين ضفت. وهاي مكعبات السمك راح أضيفهم هنا. هواي من الخوات يقولون أطفالنا ما ياكلون السمك، سووا هاي الطريقة طيبة. هسه راح اسد الكيس من هنا، بطفها بيه على مود كل القطع تتبل. ابقى احرك بيه على مود كل التتبيله يصير بيها السمك. هسه صار جاهز عندي، راح اخليه هنا بالصحن ناشف. شوفوا هنا صار جاهز عندي مثل ما تشوفون. والزيت حار عندي، راح اخليه بالزيت، لازم يكون الزيت حار. والزيت لازم تخلوه يغطي قطعة السمك. هسه هنا السمك صار جاهز عندي، طبعا على نار عالية خليته. شوفوا شكله صار كأنه ما دجاج عندي، صار جاهز. خليه بصحن التقديم على نار عالية. هسه راح اخليه بصحن التقديم. عندي هنا كاتشب ومايونيز وياه اذا يعجبكم، واكو مرات مايونيز يجي خاص للسمك اذا تلقونه موجود بالعراق او اي مكان، فتقدرون تشترونه وتخلونه وياه. شوفوا هنا صار جاهز عندي. وعلى هذا الشكل يتقدم. هاي شوكة وياه، تاكل ويا الشوكة، وعلى هذا الشكل يتقدم. والف عافية.